وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج واهم تعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا النهارده للفنان عمرو واكد، بيقول مش بعيد يطل علينا احد المومياوات ويقول شبين الكوم دي في ليبيا وابو الفتوح مرشح سوداني والطريق الدائري اصلا دغري. ايمن نور بيقول معلق على نفس الموضوع، ما تعرض له ابو الفتوح رساله خطيره تتصل بالانتخابات الرئاسيه، وليس مقبولا ان ينتهي الامر بقيد الحادث ضد مجهول. نتمنى الشفاء لابو الفتوح والسلامه لمصر كلها. المطرب حمزه نمره، الدكتور ابو الفتوح مرشح رئاسي من الشعب المصري، طلع عينه ومتمرمط زينا تمام، ربنا يقومه بالسلامه. الفنان عباس أبو الحسن، الترشح للرئاسة بقى نحتاية. الفنانة سيمون، أنا عمري ما غنيت ولا هغني لأشخاص مهما كانوا ملوك أو أمراء أو رؤساء، أنا أغني لفكرة أو لوطن. الدكتور محمد البرادعي، في ضوء حالة العبث الدستوري والسياسي والقانوني، ألم يحن الوقت لإعادة النظر في خارطة الطريق التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. الفنان خالد أبو النجا، على فكرة أنا اكتشفت أول ما خرجت من مصر إن أكبر ضرر حاصل للمصريين الآن هو الاكتئاب من المجلسين وانهيار الروح المعنوية بعد كل اللي عملناه. حمدين الصباحي، حرية الشعب العربي وإرادته هي أول طريق الوحدة، المجد للشهداء والنصر لثورتنا. المحتل الخارجي عاشت وحدة مصر وسوريا. وأخيرا هالة سرحان، معلقة، مبارك شاعرا والعدل يعز. طبعا الإعلامية الكبيرة هالة سرحان بتعلق على المذكرة اللي قدمها دفاع مبارك واللي ختمها ببيت شعري شهير، وكمان بتنتقد وزير الداخلية الأسبق والمتهم بقتل المتظاهرين والفساد السياسي حبيب العدلي، اللي دافع عن نفسه وظهر في شكل واعظ بينصح ويوجه. بالفعل في مشهد المحاكمة الأخير مبارك ظهر شاعر وحبيب العدلي واعظ. لحد هنا انتهت حلقتنا النهارده.